السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد صلاح شبيب، المصححاتي والميتانيمو البشري، وكل سنة وكل شتاء يطلع لنا فيروسات ونقول فيروسات جديدة، لكن عايزين نقول المعلومات الصح عشان الناس ما تتخافش وما تترعبش. الميتانيمو البشري هو متحور من الفيروس المخلوي، موجود من سنة 2001. أعراضه زي البرد بالظبط، أعراض برد في الجهاز التنفسي، ممكن كحة، ممكن رشح، ممكن تكسير في العظم، حرارة ممكن تاخد يومين ثلاثة، فترة حضانة من 3 ل 6 أيام، لو الطفل اتعدى قبلها 3 ل 6 أيام عشان يظهر عليه الأعراض. دايما الميتانيمو بيبقى الأعراض كلها في الجهاز التنفسي العلوي، يعني نادرا ما بتعمل مشاكل التهابات رئوية أو مضاعفات خطيرة. علاجه هو ملوش تطعيم كوقاية، وعلاجه هو علاج اعراض، يعني في دواء خفض حراره، في حاجه عشان الانف، في مسكن، في منشط مناعه، كلها ادويه اسمها علاج اعراض، انما ملوش علاج متخصص ليه، ولا مضاد الفيروس ولا المضاد الحيوي. كمان الوقايه منه، وده الاهم، الكلام اللي بنقوله على طول وهنفضل نقوله لغايه 20 سنه لقدام: التهوية الجيدة، العادات السيئة في اللي احنا بنعملها. الطفل لو عطس لازم يحط ايده يغطي بقه. الطفل لو عنده نزلة برد يقعد في البيت عشان ما يعديش الناس اللي في المدرسة. تهوية المكان، الأكل الصحي، كل الحاجات اللي هي بتاع كل الفيروسات، اللي كل الفيروسات بتقاومها مناعة الجسم. فعايزين نقول المعلومة عشان ما حدش يقلق.